لو عايز تبتدي في تراك البرمجه وحاسس انك لسه تايه، فاحب اهنيك يا صديقي، عشان في الفيديو ده انا مش بس هقول لك تبتدي منين، لا ده انا كمان هقول لك التخصصات الموجوده في السوق وايه الانسب ليك، وكمان هرشح لك كورسات لناس انا خدت معاهم تجارب شخصيه. فاوعدك انك لو كملت الفيديو للنهايه انك باذن الله هتنتقل من واحد ما يعرفش حاجه عن تراك البرمجه لواحد عارف هو رايح فين وجاي منين. ومن غير كلام كتير يلا بينا. طيب مبدئيا كده محدش يستغرب من مثلا لا عشان انا رحت مشوار وجيت ونمت وصحيت، فمحدش يركز يعني، وحشت التصوير في البيت والله. المهم بص يا معلم، طالما انت دخلت على الفيديو ده فانت اكيد سمعت عن تراك البرمجه وعارف قد ايه هو مجال مطلوب ومرتباته كويسه الى حد ما، فقررت تبتدي. بس لو انت لسه محتار تبدا منين او حتى مش عارف، خليني اقول لك انك محظوظ، لاني في الفيديو ده هغطي لك كل اللي محتاج تعرفه عن تراك البرمجه، تبتدي ازاي لو انت شخص ما تعرفش حاجه خالص، وكمان هعرفك التخصصات كلها، وفي اخر الفيديو هقول لك كلمتين هيوفروا عليك وقت كبير جدا، وبجد كان نفسي حد يقولهم لي لما ابتديت. قبل بس ما ابدا خليني انوه ان الخطه اللي اقولها لك دلوقتي دي مالهاش علاقه انت في كليه ايه، او حتى لو انت لسه مش في كليه وفي ثانوي وعايز تخش المجال، او حتى لو اصغر من كده كمان، ده وكمان لو انت دخلت المجال كشغف بس ومش مستني منه عائد، فبرضه الخطه دي هتكون مناسبه ليك. نبتدي اول فقره معانا وهي تبتدي منين. انا دلوقتي ما اعرفش اي حاجه عن تراك البرمجه وعايز ابتدي، اعمل ايه؟ وايه الكورسات الكويسه اللي انا ممكن اخدها؟ وهل كلها مجانيه ولا ممكن كمان اخش كورسات مدفوعه؟ بص يا معلم، عشان اخدك من ايدك واوصلك لحد ما تشتغل في شركه باذن الله، او حتى لو كنت عايز تشتغل فريلانس، فانت هتمر بثلاث مراحل. رقم 1 الاساسيات، رقم 2 التخصص، رقم 3 ما بعد التخصص. ونبتدي بالاساسيات. بص يا معلم، في حاجات اساسيه ايا كان تخصصك ايه، فاي مبرمج لازم يعدي عليهم كده كده، وعارف ومقدر والله ان في ناس كتير منكم ما عندهاش الوقت انك تاخد الاساسيات، بس انا والله هحاول اقتصر عليك على قد ما اقدر، لان في حاجات اساسيه بجد ما ينفعش تخش مجال البرمجه الا وتاخدها، تقدر تقول عليهم كده عضلاتك في مجال البرمجه، الا هما الداتا ستراكشر والالجوريثمز والبروبلم سولفنج، وشويه حبشتكنات كده بقى زي الفانكشنز واللوب والكلام ده. تخوفتني يا عم، ايه الكلام الكبير ده؟ ولا كبير ولا حاجه، ما تقلقش، وان شاء الله لما تدرسهم هتحبهم جدا وهتلاقيهم بيتكرروا في كل لغات البرمجه. ما تخافش من المسميات دي، انا هشرح لك كل ده بعدين باذن الله. يعني معنى كلامك ان انا لو اتعلمت لغه برمجه واحده اقدر اخش منها في اي لغه برمجه بسهوله؟ اصعب لغه هي اللغه اللي انت هتبدا بيها، ما بعد ذلك ان شاء الله لو انت كنت فاهم اللغه دي كويس وعديت بمراحل اللي انا قلت لك عليها دي، فباذن الله اي لغه بالنسبه لك بعد كده هتكون سهله. طيب تذاكرهم ازاي؟ بص يا معلم، انا دلوقتي هرشح لك كورس ممتاز، ولو انت كنت مهتم شويه او بتدور فانت اكيد هتكون سمعت عنه، وهو كورس متقدم من جامعه عالميه اسمها هارفارد، واكيد عارفها هي غنيه عن التعريف. والكورس ده اسمه CS50. شفت كل الكلام الملعبك اللي قلت لك من شويه ده؟ اهو الكورس ده بقى هيغطيه لك باسهل طريقه ممكنه يا جدع. ده انت حتى في بدايه الكورس هتستخدم لغه اسمها سكراتش، ومش ببالغ، بس اللغه دي حرفيا عباره عن رسومات ومكعبات بتركبهم في بعض عشان تكون منطق معين، وهي موجهه اساسا للاطفال، فما بالك بسهوله الكورس ده والذكاء اللي حاطه. والكورس ده على فكره انا شخصيا ابتديت بيه. طب هل هو هيغطي لك كل حاجه من اللي انا قلت لك عليها من شويه دول؟ اكيد طبعا لا، بس هو هيديك الدفعه الاولانيه اللي هتخليك تخش مجال البرمجه وانت ان شاء الله باذن الله فاهم. طب يا عم بكام الكورس ده؟ ببلاش. والله ببلاش، موجود على اليوتيوب وباللغه العربيه كمان، وفي اكتر من حد مقدمه. طيب ترشح مين بيدي الكورس ده؟ في 2 انا ممكن ارشحهم لك، وواحد منهم هو اللي انا بدات معاه شخصيا، وهو عبد الرحمن جمال، وده شخص ممتاز وفوق الممتاز بشويتين 3 كمان، واضمن لك انك هتستفاد وهتدعي له بعد ما تشوف الكورس منه. وتاني شخص هو غريب الشيخ، هو بدا فيه من فتره، والحقيقه انا شخصيا ما خدتش معاه تجربه في الكورس ده، انا بس يمكن سمعت له اول محاضره، لكني بحب باشمهندس غريب على المستوى الشخصي، وهو ما يعرفنيش بالمناسبه، بس انا شفت له كام توتوريال كده لكام حاجه تانية، والصراحه شرحه عجبني، فباذن الله لو هو مكمل الكورس لاخره فارشح لك ان انت تسمعه معاه. ومع احترامي لاي حد تاني بيقدم الكورس ده، بس انا بكلمك عن اللي انا خدت معاهم تجارب شخصيه، وباذن الله لما تخلص الكورس ده صدقني هتحس انك شخص تاني في عالم البرمجه، وهتحس ان انت بعد ما كنت تايه بقيت قادر تفهم على الاقل تعمل ايه، وبعد انت ممكن تتعمق شويه في البروبلم سولفنج مع باشمهندس ابو هدود او اسامه الزيرو. في نصيحه هنقولها لك هنا، ولو مش حابب تسمعها فتقدر تعمل سكيب ال 30 ثانيه اللي جايين دول. بصوا انا مقدر جدا الناس اللي وقتها ضيق، وعارف برضو ان في ناس جايه من كارير تاني وعايز تعمل شيفت كارير لتراك البرمجه، وللاسف كتير منهم بيتخطوا مرحله الاساسيات دي وبيدخلوا على التخصص على طول. بس صدقني دايما هتحس ناقصك حاجه وفي حاجه مش قادر تستوعبها، وصدق او لا تصدق فانت هترجع لها تاني، بس ساعتها بقى هتكون ضيعت وقت كتير في ان انت تدور وتعمل. طب وليه؟ ربنا يقويك ويعينك، بس صدقني خدها نصيحه من اخوك الكبير او الصغير، على قد ما تقدر على الاقل حاول تاخد الكورس اللي انا قلت لك عليه ده. المهم نكمل. طيب خلصت يا عم الكورس اللي انت قلت لي عليه ده وتعمقت شويه في الاساسيات مع الناس اللي انت قلت لي عليها، وماذا بعد؟ هنا بقى انت هتبتدي تختار التخصص بتاعك. بص يا معلم، مجال السوفت وير واسع جدا ومليان تخصصات، ولو ذكرتها من هنا لبكره صدقني مش هتخلص، ولا مفيش الوحش التنين اللي معاه كل التخصصات في نفس الوقت. وانا دلوقتي هقول لك اشهر التخصصات، وباذن الله لو اتعلمتها هيبقى ليك مكان في السوق او حتى كهوايه ليك زي ما قلت. وخلينا نقسمهم كالاتي، هدي لك نبذه عن التخصص ده واقول لك ايه وظيفته، هتدرس فيه
ايه، هل مطلوب في السوق، ومطلوب بنسبه قد ايه، ومرتباته عامله ازاي. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هقول لك ازاي انت شخصيا تختار واحد منهم، الا وهما 10 تخصصات. وانا اكيد لو اتكلمت عن كل واحد فيهم بالتفصيل فالفيديو ده هيكون طويل جدا، فانا هحاول اقصر على قد ما اقدر. وباذن الله لو حابين اتعمق في تخصص معين اكتبوا لي تحت في التعليقات. اولهم هو الاشهر تقريبا واللي كل الناس دلوقتي تتعلمه، وهو مجال تطوير الويب. وده الشخص او الاشخاص اللي بيتعاونوا مع بعض عشان يطلعوا لك منتج ويب زي الفيسبوك او اليوتيوب والخ. والتخصص ده جواه 3 تراكات تقدر تمشي فيهم، فرونت اند وباك اند وفول ستاك. خلينا نبتدي بالفرونت اند. بصوا عشان في ناس كتير بس عندها لخبطه في الموضوع ده، في شخص هو اللي بيصمم شكل الموقع، وده ما بيكتبش سطر كود وما بيكونش ليه علاقه بالبرمجه اصلا، وده بيتقال عليه اليو اي واليو اكس ديزاينر، بس احنا مش هنتطرق له دلوقتي. وده شخص بيشتغل على تطبيقات زي فيجما وفوتوشوب وهكذا يعني، بس طبعا ملوش علاقه بينا ولا له علاقه بالبرمجه. احنا كناس بنشتغل في الفرونت اند بناخد تصميم منه ونحول التصميم ده لكود. وبكده على فكره انا شرحت لك الفرونت اند بيعمل ايه ده بس كده؟ والله الفرونت اند ما هو الا شخص بياخد تصميم من اليو اي واليو اكس ديزاينر وبيحوله لكود وموقع شغال بالفعل. يقدر يشتغل لوحده من غير باك اند في حالات بسيطه طبعا، زي انك مثلا تعمل نفسك بورتفوليو او تعمل لاندنج بيج للشركه والخ. طيب ايه اللي مطلوب منك تدرسه في التخصص ده؟ الاساسيات خالص بتاعته هو ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. هتخلصهم من هنا وتعمل لك بيهم شويه مشاريع كده، وبعد كده ان شاء الله هتبتدي تخش على الفريم ورك زي رياكت او انجلر. وما تسالش دلوقتي يعني ايه فريم ورك، ان شاء الله تعرف ده بعدين او لما تتعمق شويه فيهم، او لو حابين ممكن اعمل لكم شورت عنه يعني. المهم وبعد برضه ما تخلصهم هتعمل لك بيهم مشروعين او 3، وفي شويه مهارات تانية بقى مطلوبه منك بس دي طبعا اختياريه وممكن تعلمها بعدين. طيب هو مطلوب في السوق بنسبه قد ايه؟ خليني اقول لك ان هو اشهر حاجه موجوده واكتر حاجه عليها طلب سواء في الوطن العربي او بره، بس خلي بالك برضه عشان الطلب الكبير عليه ده فالمنافسه شديده جدا، فلازم تتميز وتتعلم صح وتعمل مشاريع كويس. بالنسبه لمرتباته فهي من المتوسطه العاليه. طيب والباك اند ايه وظيفته؟ هو بيكمل شغل الفرونت اند. الباك اند هو الشخص اللي بياخد الموقع اللي عمله الفرونت اند ويربطه بالداتابيز ويغذيه بالداتا. فخلينا اشرح لكم مثال كده بسيط. صفحه البروفايل عندك في الفيسبوك مش بتلاقيها موجود فيها البيانات بتاعتك؟ تخيل معايا بقى ان في ملايين اذا ما كانش مليارات بيستخدموا الفيسبوك، فهل طبيعي ان شركه فيسبوك تعمل صفحه مخصصه لكل واحد فيهم؟ اكيد طبعا لا. فاللي وظيفته الفرونت اند هو بيعمل صفحه واحده بس، والداتا اللي بتتملي جوه الصفحه دي الباك اند هو اللي بيغذيه، وهي دي وظيفه الباك اند ببساطه. طيب ايه اللي مطلوب منك تتعلمه في التراك ده؟ اكيد برضه هتبدا ب HTML لان دي اساس، ومفيش مانع يعني يكون عندك CSS، وعلى فكره هي سهله جدا. طيب وماذا بعد؟ هنا انت معاك كذا خيار، ممكن تتعلم لغه زي PHP وبتيجي بعدها تخش الفريم ورك اللي مبني عليها وهو لارافيل، او ممكن كمان تتعلم جافا سكريبت. بس انت قلت لي من شويه ان الجافا سكريبت بتاعت الفرونت، هو الكلام ده كان زمان. دلوقتي بعد ما النود جي اس ظهر انت ممكن دلوقتي تتعلم نود جي اس ومعاه اكسبريس، وساعتها تقدر تستغنى عن PHP تماما. وهنا انا مش بقارن من جافا سكريبت وPHP، انا بس بقول لك الخيارات المتاحه، وسواء ده او ده فانت محتاج تتعلم داتابيز. وبرضه عندك كذا خيار، ممكن تتعلم SQL، ولو انت درست جافا سكريبت فانصحك انك تتعلم حاجه زي المونجو دي بي لان ده برضه مبني على الجافا سكريبت. في حاجات طبعا تانية بس انا بقول لك المختصر المفيد دلوقتي. طيب هو مطلوب في السوق بنسبه قد ايه؟ زي الفرونت اند بالظبط، مطلوب جدا بس المنافسه اقل شويه من الفرونت اند. طب مرتباته عامله ازاي؟ اعلى شويه من الفرونت اند، حاجه بسيطه يعني، ومن المتوسطه لعاليه برضه. هات لي بقى الشخص اللي اتعلم فرونت اند وهات لي الشخص اللي اتطحن في انه يتعلم الباك اند وحطهم في الخلاط ومبروك، انت دلوقتي معاك مبرمج فول ستاك. الفول ستاك هو اللي بيجمع من الفرونت اند والباك اند. وما تقولش بقى انا هبقى التنين المجنح اللي هتعلم الفرونت اند والباك اند وهجمع الاثنين مع بعض عشان فرص تبقى اعلى وكذلك المرتب. هو كلامك صح بس مش 100%، وخلينا اوضح لك ليه. فاكر من شويه لما قلت لك انك لازم تبقى مميز في المجال ده عشان تشتغل، خصوصا بعد ظهور الاي اي؟ فانت لو اتعلمت الاثنين مع بعض فانت في احتمال وارد انك تاثر في واحد فيهم وما تخصصش فيه قوي زي اللي تخصصه مبني بالكامل على تخصص معين. ده رقم واحد. رقم اتنين، انك حتى يا عم لو اديت وقت للاثنين وفهمت كويس كل واحد فيهم بيشتغل ازاي، فخلي بالك انك هيبقى عليك حامل شغلانتين. يعني الوظيفه اللي انت تاديها المفروض اصلا كانت تتقسم على اثنين. هو المرتب هيبقى اعلى بس مش الفرق اللي يخليك ترمي نفسك في حاجه زي كده الا لو انت حابب. طبعا مفيش مشكله انك تتعلم اللي انت بتحبه، وعلى فكره مش بقول ان انت لو اتعلمت الاثنين فدي حاجه وحشه، لا طبعا، وفعلا انت فرصك هتزيد، بس خلي بالك في دماغك ان في فرق بين اللي انت بتحبه واللي انت تشتغل فيه. نخش في المجال اللي ليه شهرة على طول، وهو مجال تطوير تطبيقات الموبايل. وده الشخص المسؤول ان هو يطور تطبيقات على جهاز الموبايل زي الاندرويد والاي او اس. وهنا انت محتاج تتعلم كوتلين وجافا لو هتخش في تراك الاندرويد، او سويفت لو هتخش في تراك الاي او اس، او تتعلم حاجه زي فلاتر او رياكت نيتيف واللي بالمناسبه مبني على جافا سكريبت، وتعمل حاجه اسمها كروس بلاتفورم، وده التطبيق اللي بيشتغل على الاثنين، يعني بتكتب الكود مره واحده وبيشتغل على اندرويد وبيشتغل اي او اس كمان. والطلب عليه برضه متوسط لعالي زيه زي الويب، مرتباته قريبه من الويب وممكن تكون برضه اعلى شويه. وبكده انا اكون قلت لكم اشهر 3 تخصصات بالتفصيل، باقي السبعه الجايين انا اقول لكم بس عنهم نبذات، ولو حابين نتعمق في واحد فيهم اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان وقت الفيديو ما يطولش مننا. كده دلوقتي نمسك السبعه ونتكلم شويه عن كل واحد فيهم. رقم واحد هو اللي بيشتغل في مجال الداتا ساينس، وده مجال مطلوب جدا خصوصا بعد ظهور الاي اي. وده شخص بيتعامل مع الداتا بكل اشكالها وبيصنفها وبيفلترها، وطبعا مطلوب عشان تدريب النماذج بتاعت الاي اي. هيتعلم فيها لغه زي بايثون وهيتعمق فيها جدا ويبتدي يتعلم شويه عن المكاتب اللي فيها. المجال اللي بعده هو الماشين ليرنينج او الاي اي، وده واضح من اسمه مش محتاج اشرح فيه. الطلب عليه مش عالي قوي في الوطن العربي بس مطلوب جدا بره، مفيش مانع لو انت اتعلمته كشغف او كهوايه.
كهوايه ليك لو عندك وقت طبعا. المجال اللي بعده هو مجال السايبر سكيورتي او الامن السيبراني، وده اللي بيسموه الهاكر الاخلاقي ها، وده شخص مسؤول عن الحمايه في الشركات وحمايه بيانات العملاء، مطلوب على فكره برضه لكنه بنسبه اقل من الموبايل والويب، وفي ناس كتير بتخشه كشغف. هو فعلا مجال ممتع يعني. التخصص اللي بعده هو التخصص ظهر حديثا هو مجال الديف اوبس، وده عايز فيديو كامل لوحده، ممكن اتكلم عليه لو حابين او مهتمين. وعلى فكره المجال ده اي نعم هو ظهر مؤخرا بس الطلب عليه عالي جدا ومرتباته عاليه جدا جدا، فلو مهتم اكتب لي تحت في التعليقات. المجال اللي بعده هو مجال تطوير الالعاب، وده ما حدش بيخشه الا الصراحه كهوايه، لانه شغل في الوطن العربي قليل جدا، لكنه في فرص شغل في الفريلانس عموما يعني. هيتعلم لغات زي السي والسي شارب، وهيشتغل بمحركات زي يونيتي وانريل انجن. المجال اللي بعده هو مجال الامبيدد سيستمز، وده المجال اللي تدمج فيه الكهربيه والهندسه والبرمجه، وده مجال ممتع جدا وانا على فكره بتعلمه الفتره دي. هو فرص شغله قليله لكنه ممتع، وان شاء الله باذن الله انا ناوي اعمل عنه فيديو كامل واتكلم عنه واقول لك انك حرفيا ممكن تعمل بيه حاجات انت مش ممكن تتخيلها، وقد ايه هتوظف البرمجه في حياتك اليوميه، وانك ممكن تتحكم حرفيا في كل حاجه في بيتك، ومش بس بيتك ممكن بره البيت كمان ومن موبايلك. فهيكون لي فيديو قريب ان شاء الله. المهم اتعلم فيه لغات زي السي وسي بلس بلس، واتعلم ازاي تتعامل مع الاردوينو وغيره. هو مجال مطلوب بس مش قوي، بس زي ما قلت لكم اغلب اللي بيخش اصلا بيكون داخله كهوايه. اخر تخصص معانا بقى هو السوفت وير تيستر، وده الشخص اللي بيفحص التطبيق بتاعك وبيشوف اذا كان في مشاكل ولا لا. الطلب عليه عالي ومرتباته كويسه. وبكده انا اكون قلت لك اشهر 10 تخصصات موجودين النهارده. كروت كان حاجه فيهم بس عشان وقت الفيديو ما يطولش، وزي ما قلت لكم لو حابين نتعمق في مجال واحد فيهم اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله هعمل فيديو عنه. طب انا اختار واحد فيهم على اساس ايه؟ بص هو ان شاء الله بعد ما تتعلم الاساسيات ابتدي قارن كده التخصصات اللي انا قلت لك عليها دي، وشوف انت حابب انهي فيهم وانهي المطلوب في السوق وخش. وان مش هتفرق كتير لو دخلت في واحد فيهم، ان شاء الله هيكون سهل عليك تنقل في الثاني لو فاهم الاساسيات كويس. طيب ما بعد التخصص بقى، دي بقى اهم فقره في الفيديو كله، لانك ممكن يكون معاك الاساسيات كويس وفاهم كويس لكنك مش عارف تجيب شغل منين او عامل ازاي. بص يا معلم، بعد كل اللي انت عملته ده انت فاش تقول انت فين يا شغل او يلا انا جاهز اشتغل. انت يعتبر خلاص 80% من اللي مطلوب منك. انت بتقول ايه؟ يا نهار اسود، بعد كل ده ولسه في تاني؟ ما تخافش، دي شويه حاجات بسيطه شك الدبوس يعني. هات ورقه وقلم يكتب ورايا الحاجات اللي اقول لك عليها دي عشان هي مهمه جدا على فكره. انت هتعمل لك مشروع او اتنين تطبق فيهم كل اللي انت اتعلمته حرفيا، وهتوظف فيه كل المهارات اللي انت علمتها في المشروع ده. اعتبره حرفيا مشروع لعميل وما يكونش اي حشو وخلاص. يعني ان شاء الله المشاريع اللي هيشوفها العميل اللي هيشتغل معاك، او لو انت تقدم على وظيفه فدي المشاريع اللي اتش ار هيشوفها، فلازم تهتم بيها جدا وما يكونش اي كروته وخلاص. في مهارات تانية غير البرمجه انت محتاج تتعلمها زي السوفت سكيلز، في انك تتعلم ازاي تتكلم مع الناس، وده بصراحه انا شخصيا ما بجدوش فما اقدرش انصحك، بس ممكن تسمع عليها وتكسرها على اليوتيوب. وفي حاجات برضو زي الجيت والجيت هاب لازم تتعلمهم، شويه مكاتب في السي اس اس كده في اللذيذ منه. وبعد كل الكلام ده احب اهنيك يا صديقي، لانك ساعتها هيكون اسمك جونيور وساعتها هتكون جاهز انك تقدم على وظيفه. بس قبل ما تعمل كده لازم تعمل لنفسك بورتفوليو، وده بيبقى موقع شخصي عليه المشاريع بتاعتك وانت مين، او زي السي في كده بس موجوده على موقع ويب، وتبتدي تحط فيه المشاريع بتاعتك، وده مور بروفيشنال اكتر من السي في، فبجد لازم تعمله وتهتم بيه كمان. ومع الوقت ان شاء الله لما تشتغل في شركات ساعتها تاخد خبرات مع الوقت، ما تنساش ساعتها تدعي لي بقى. طيب كل اللي انا قلته ده يتلخص في 4 خطوات: اساسيات، تخصص، مشاريع وبورتفوليو، وشويه مهارات اساسيه. ولو انت دخلت حاسبات او فكرت تدخلها فالفيديو ده هيساعدك جدا، لاني حرفيا قايل في كل حاجه تخص الكليه، دليل شامل ممكن تبص عليه لو حابب. وبس يا معلم، لو حسيت انك استفدت ما تنساش تشترك تعمل لايك لان ده بيدعم القناه هتنتشر. وبس اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. ومعلش انا اسف اتاخرت، بس صدقوني الفتره الجايه انا شغال على فيديوهات تهمكم جدا فعلا. اشترك عشان تشوفها اول ما تنزل. سلام.